السلام عليكم جميعا في عدد جديد من اخبار فريق الرجاء الرياضي، ونبداو بالخبر الاول على بركه الله. مخرطو الرجاء يؤجلون الحسم في اقاله بودريقه. اكدت مصادر داخل البيت الاخضر انه هناك اتفاق بين اغلبيه مخرطي فريق الرجاء الرياضي على تاجيل مناقشه موضوع الفراغ التسييري الذي تركه محمد بودريقه حتى نهايه الموسم الكروي الحالي. كما اكد نفس المصدر انه في حاله عدم عوده بودريقه لمنصبه في نهايه الموسم سيضطر برلمان فريق الرجاء الرياضي لعقد اجتماع استثنائي من أجل انتخاب رئيس جديد للنادي، مؤكدين أن غياب بودريقة عن الفريق في الظرفية الحالية لا يخدم مصلحة النادي الذي ينافس بقوة على البطولة وكأس العرش. كما يعلم الجميع أن استمرار غياب محمد بودريقة رئيس النادي تسبب في انقسام داخل هيئة المنخرطين، إذ أن هناك فئة تدعو للإسراع في البحث عن رئيس جديد للفريق، وفئة ثانية تعتبر الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي تشويشا على الفريق الذي يقدم موسما كرويا استثنائيا مع المدرب الألماني جوزيف زيمباور. الرجاء يستعيد خدمات بورزوق المقعازي ويترقب البرمجة. استبشر الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي بقيادة المدرب الألماني جوزيف زيمباور خيرا باستفادته من عودة لاعبين أساسيين في التشكيلة الرسمية للفريق الأخضر ابتداء من المباراة المقبلة التي ستجمعه بفريق نهضة بركان، بحيث غادي يعزز الثنائي بورزوق ومتوسط الميدان محمد مقعازي تشكيلة النسور الخضر في مباراة نهضة بركان المؤجلة بسبب التزام هذا الأخير في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، الأمر الذي سيجعل أبناء القلعة الخضراء في عطلة قد تمتد لأسبوع. ويطمح الرجاء الرياضي في أن تبرمج العصبة الوطنية المغربية لكرة القدم المباراة مع نهضة بركان في نهاية الأسبوع الحالي. كما أن فريق الرجاء الرياضي ضمن بشكل رسمي مقعدا في دور أبطال إفريقيا في الموسم المقبل بعد احتلاله المرتبة الثانية برصيد 60 نقطة، إلا أن طموحات الرجاويين لم تقف عند هذا الحد، بل أن الفريق الأخضر ملزم بالفوز بجميع المباريات وانتظار هفوة من المتصدر فريق الجيش الملكي، ولما لا التتويج باللقب الذي غاب عن خزينة الفريق الأخضر لمدة طويلة. أما عن نهضة بركان في البطولة فيسعى كذلك هو الآخر لإنهاء الموسم الكروي الحالي في المركز الثالث الذي يحتله حاليا برصيد 43 نقطة، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن مطارده المباشر فريق الوداد الرياضي صاحب المركز الرابع برصيد 40 نقطة من أجل ضمان مشاركة قارية مرة أخرى في الموسم المقبل. الرجاء يرد على الصحافة الجزائرية. نفى الكاتب العام لفريق الرجاء الرياضي خالد الفكروني ما تروج له وسائل الإعلام الجزائرية بخصوص مغادرة اللاعبين الجزائريين بورزوق ورياض بن عياد للفريق الأخضر، مؤكدا أنه كل ما يروج هو مجرد إشاعة، بحيث قال الفكروني في تصريحات صحفية أن بورزوق مرتبط بعقد مع فريق الرجاء الرياضي شأنه شأن بن عياد، وأن اللاعبان يشعران براحة داخل البيت الأخضر وهما سعيدان بحمل قميص بحجم فريق الرجاء الرياضي. وكل ما تروج له بعض وسائل الإعلام الجزائرية خلال اليومين الماضيين مجرد مغالطات وأخبار لا أساس لها من الصحة، مشيرا أن المهاجم الجزائري بورزوق لم يشارك في مباراة نهضة زمامرة بسبب جمعه ل4 انذارات، بينما اللاعب بن عياد كان ضمن اللاعبين الاحتياطيين، مضيفا أن لاعبي الفريق لم يتدربوا إذ منحهم الطاقم التقني بقيادة المدرب جوزيف زيمباور يومين راحة، وأن الجميع سيعود غدا إلى أجواء التدريب بحضور بورزوق وبن عياد. ممثلة اتحاد تشاد لكرة القدم تزور أكاديمية الرجاء. زارت يولام مايا الناطقة الرسمية لحكومة تشاد والمستشارة الأولى للوزير الأول بمعية الناخب الوطني لدولة تشاد أكاديمية فريق الرجاء الرياضي بالدار البيضاء. وأشادت يولام مايا بالتجهيزات الرياضية الموجودة في أكاديمية فريق الرجاء الرياضي وبجودة البنية التحتية التي تتوفر عليها، ونوهت المسؤولة ذاتها بالعمل والجهود التي يبذلها نادي الرجاء الرياضي من أجل المساهمة في تطوير كرة القدم الوطنية والقارية، متمنية للنادي من المزيد من التألق والنجاح. أولمبيك أسافي يطالب الرجاء بمستحقاته. كشفت مصادر مطلعة أن إدارة نادي أولمبيك أسافي راسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتدخل لدى مسؤولي فريق الرجاء الرياضي من أجل تمكينها من حصتها من عائدات المباراة
سدس نهائي كأس العرش التي جمعت الفريقين نهاية الشهر الماضي. وأشارت المصادر نفسها في تصريحات لهيسبريس إلى أن إدارة أولمبيك أسافي اختارت اللجوء إلى الجامعة باعتبارها الجهاز المكلف بتنظيم المنافسات لكأس العرش بعد استنفاذ كل سبل التواصل مع مسؤولي الفريق الأخضر لإيجاد حل ودي بشأن عائدة اللقاء. وتابع المصدر ذاته بأن مسؤولي أولمبيك أسافي تواصلوا كتابيا وهاتفيا مع ممثلي فريق الرجاء الرياضي دون جدوى ليقرر الفريق المسفيوي اللجوء إلى الجامعة للحسم في الموضوع. وتنص لوائح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على اقتسام النادي المستقبل عائدات مباريات كأس العرش مع الفريق الضيف. 500 مليون لإيقاف انتصارات فريق الجيش الملكي. كشفت مصادر مقربة من الفريق حسنية أكادير أن 3 أعضاء من المكتب المديري للفريق قرروا ضخ مبلغ 500 مليون سنتيم في الحساب البنكي للفريق من أجل تمكين اللاعبين من الشرط الثاني لمنحة التوقيع السنوية أملا في تحفيزهم على الفوز على الجيش الملكي والابتعاد عن المراكز المؤدية للقسم الوطني الثاني. ويذكر أن حسنية أكادير يستقبل ضيفه الجيش الملكي يوم السبت المقبل بملعب أضرار الكبير بداية من الساعة 7 مساء. انتهى عدد اليوم من اخبار رجاء العالمي، وما تنساوش تركونا التعليقات ديالكم سواء كانت ايجابيه او سلبيه، وشكرا للشعب الرجاوي.